السلام عليكم شباب. كنت راكش نتفرج على اليوتيوب في امان الله. يا اخي بديت نسأل في روحي، شكون هو احسن يوتيوبر توا في تونس؟ في المرتبة الاولى امين، وبالطبع شكون ما يعرفش امين. يتميز بالمحتوى اللي هو عبارة عن قصص جريمة، رعب، ونظريات. ويتميز امين بطريقة الشرح اللي تجذب المشاهد وتخليه يكمل الفيديو. وجنين اللي في كرشها، والحاجة الوحيدة اللي كانت بين يدين الحاكم طبق سردينة. القاضي متاع قضيتنا متاع اليوم ظهر فيه انسان ولد عائله وقريب وحنين. حكم الحقيقه صدمني وانتي زاده باش يصدمك، ومش متوقع جمله واحده في وسط القضيه. ديجا باش نعيشوا برشا احاسيس، باش نتعاطفوا مع الضحايا، باش نسقفوا عليهم، ومن بعد باش نقولوا هما سبب في اللي صار عليهم، وهما كيف مش ملايكه، وباش نقولوا كيف للفاعل كوميم خونا ولا اختنا، معناها مش للحد هذاك ما نوصلوش. اما في المرتبة الثانية نسيم سيا، وممكن بعضكم ما يعرفوش. يتسمى نسيم من أحسن اليوتيوبر في المجال البحري في الوطن العربي. أما في المرتبة الثالثة معظمكم من ما يعرفوه، يعني مالك. ويتميز مالك بطريقة المونتاج الفريدة من نوعها، وطريقة الكلام اللي تدبج بين الفكاهة والشرح. وهذا واحد من الفيديوهات اللي أنتجها مالك، وهو طريقة المونتاج نتاعو الفريدة من نوعها اللي يحطها في الفيديو، واللي تخليك تحب انك تكمل الفيديو للآخر ويعجبك يعني. وسامحوني على سماحة صوت الفيديو غلطة. وهذوما هما أحسن 3 يوتيوبرز في تونس لحد الآن. في المرتبة الرابعة، وشكون ما يعرفوش، أحسن رابع يوتيوبر في تونس هو أنا. أحسن رابع يوتيوبر في تونس بالطبع هو أنا. كان وصلت للنهاية، ما تنساش تحط كومنت مزيان كيفك، ولايك وسبسكرايب، وسلام.